باقي الناس نامت ساعة واثنين صحاب. قتلت؟ انا قتلت يا ريس، قتلت خلاص، ذبحت انا بقيت مجرم. السكينة وقدام هذا انتوا عايزين زي شرطي الدبوس. صح يا ريس، زي شكل الدبوس ما خدش كده غير صح. خد هذا عشان نفهم اللي يا ريس. امسك يا ست بسرعة ملايين الفلوس. احضر يا سيادنا. ملايين الفلوس. ارضوا علينا يا سيادنا، ملايين فلوس. ارضوا علينا يا سيادنا. ارضوا علينا يا سيادنا. ايه الحكاية يا سيدنا؟ يا ريس في حاجة غلط يا ريس. غلط؟ اما تحاول تاني يا باسم. انا حاولت اكتر من مرة، ده انا خلصت حتى البخور كله اللي طلبناه بكمية زيادة كمان يا ريس. خلص والرصد مش راضي يفتح. اكيد الرصد مش جابل الدم ده يا ريس. يعني ايه مش جابل الدم ده؟ يعني اللاجئة مش هتطلع يا عم محروس. ايه؟ مش هتطلع؟ انتوا بتستهبل، ده استعباط. طب ما تحاول تاني يا باسم. يا ريس صدقني، حسب ما انا اتعلمت وحسب ما انا عرفت انها لو هتطلع من اول مرة. مش هتحتاج البخور ده كله، مش هتحتاج الدم ده كله. طب حاول تقول اي كلام تاني يا سيدنا، قول اي حاجة. مش بالكلام يا عم محروس، مش بالكلام. انا عملت كل حاجة صح، كل حاجة اتعلمتها في الكتب صح، زي ما جال الكتاب بالظبط. نجيب بخور تاني. خلاص كده يا عم محروس. خلاص كده؟ يعني ايه خلاص كده؟ يعني اللاجئة مش هتنفع تطلع. سيدنا بيطلعها من أول مرة. مش هتطلع؟ اللاجئة مش هتطلع؟ ايوه يا عم محروس. لازم بعد ما قتلت وعندي جثة ملقحة جوه، جاي دلوقتي تقول مش هتطلع؟ انتوا بتستهبلوا. ولا انت بتعمل ايه؟ ده انا اوديك ورا الشمس نازل ايدك. يا ريس مش هينفع كده يا ريس، انت ما لعبش بلوى، دي بلوى فوق دماغي، ده مصيبة جوه في البيت عندي. عرفنا يا سيدي، عرفنا ان انت قتلت خطأت، وعشان كده اديها باسم نص مليون خلينا نخلص. نص مليون؟ بتاع ايه يا ريس؟ اسمع اللي بقول لك عليه ونفذ واسكت. بس يا ريس اللي ما طلعش ولا كلمة، نفذ وبس. امرك يا ريس. طب يا ريس بالنسبة للجثة المرمية جوه. والجثة يا سيدي سيبها علينا، احنا هنتصرف فيها. يعني انت هتبقى خالص مخلص، مالكش دعوة بأي حاجة، والجثة هناخدها معانا. خلاص، أهم حاجة الفلوس. هبقى غني، هبقى غني. الو. ايوه يا باشا. المصلحة جاهزة وكل شيء تمام.